الجزائري، خاصة ما حققه هذا الأخير مع نظيره الكوري من نجاحات كبيرة. كما صرحوا لنا أن فرحة الجزائريين هي فرحة الوطن العربي بأكمله. كما الجفال وقمر بن بوسيطة. أبدى سفراء العرب فرحتهم الكبيرة بفوز المنتخب الجزائري ب4 أهداف مقابل 2 مع نظيره الكوري الجنوبي، معبرين عن حبهم الكبير وتشجيعهم الكامل للمنتخب الجزائري، بما أنه المنتخب العربي الوحيد المشارك في هذه الدورة، وأن المباراة السابقة أثلجت قلوبهم إلى درجة كبيرة. ما شاء الله كانت مقابلة أمتعتنا تلك المباراة الخلف وحققت النصر الاضطراد الانتصار حتى نهاية كأس العالم. كما تحدث سفير المملكة العربية السعودية محمود حسين بن قطان عن تعاطفه الكبير مع المنتخب الجزائري، وأنه متتبع وفي للكرة الجزائرية خاصة، وأن انتصار الجزائر هو نصر للعرب ككل. نأمل من الجزائر الشقيق منتخبه القوي أن يستمر في المنافسة. المباراة اليوم سوف تكون مباراة هامة، شخصيا سوف أتابعها مثل الملايين في العالم العربي، وسوف أكون متعاطفا ومؤيدا بشدة لفريق الجزائر وأتمنى الفوز، لأنه ليس فرحة لكم ولكن فرحة لنا كلنا إن شاء الله. الحلم الكروي الجزائري سيجمع من دون شك الكلمة العربية الواحدة على التفاؤل والفوز لمنتخبنا الوطني. هدد اليمين المتطرف الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بمنعها من الاحتفال بفوز الخضر عشية اليوم، بعدما دعت مارين لو بان إلى إقامة تجمع عنصري تحت اسم تجمع